سلام سلام حبيباتي، إن شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم وصفتنا وصفة اقتصادية بسيطة وسهلة، سورتو للمرأة العاملة. راح توجدها في وقت قصير، يعني ما تديش معاها بزاف الوقت. نتمنى أنكم تجربوا هذه الوصفة إذا عجبتكم. نجوز مباشرة للمقادير وطريقة التحضير تاع هذه الوصفة. بسم الله. في المقادير ديالنا نحتاج مقارون، يعني اختاروا أي عجائن يكونوا عندكم في المنزل. عندنا قطع دجاج، زوج وريقات تاع الرند وزعترة. عندي حبة طماطم مفرومة تكون متوسطة في الحجم ديالها. عندنا ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، 5 فصوص تاع الثوم. ليزي بيس عندنا ملح، فلفل أسود، كركم وشوية فلفل عكري حلو. عندنا الزيت بيان سور. ونجوزو لطريقة التحضير. أول حاجة أنا بديت بيها، كنت حطيت الطنجرة فوق النار، درت فيها كمية تاع الماء، زدت عليها شوية تاع الزيت وشوية تاع الملح. راح نخلي الماء هذاك حتى يتغلى لي مليح، يعني يوصل لدرجة الغليان، وراح نحط لي بات ديالي. قلت لكم أنا خيرت هاد المقارون، وانتم ما تقدروا تستعملوا أي عجائن يكونوا عندكم. غير نحط المقارون ديالي واحد 2 دقائق حتى ل3 دقائق، نقعد نحرك في المقارون ديالي بهذه الطريقة، هكذا باش ما يلصقليش في القاع تاع الطنجرة، وتاني المقارون ديالي ما يلصقش في بعضها البعض. غير نشوفه بدا يغلي، راح نخليه يطيب على عقله، ونروح من جهة واحدة أخرى نوجد لاصوص ديالي. في طنجرة واحدة أخرى حطيت الزيت، يعني حوالي 3 حتى ل4 مغارف تاع الزيت، هكذا باش يجوا لي بات ديالنا بنان. راح نحط الدجاج أول حاجة، وكملاحظة يعني لهنا تقدروا تستغناو على الدجاج تماما، يعني تطبقوا هذه الطريقة، بصح تستغناو على الدجاج بلا ما تستعملوا الدجاج إذا ما كانش متوفر عندكم في المنزل. نقليه شوية مليح في هذيك الزيت، وبعد هذا راح نضيف عليه الثوم. نزيد مع الثوم هذاك ملعقة كبيرة تاع طماطم مصبرة، وكما نقول لكم دايما قليو هذيك الطماطم ديالكم مليح في هذيك الزيت، باش ما تعطيلكمش هذيك البنة تاع القروسية في لاصوص. يعني انا دايما نطبق هذه، و اون بليس ما نحبش نستعمل بزاف الطماطم المصبره، نحب نعوضها شويه بالطماطم تاع الحب مع الفلفل العكري حلو. ضفت لهنا قلت لكم حبة تاع طماطم تكون متوسطة في الحجم ديالها مرابية، وراح نضيف أيضا ليزيبيس. قلنا ملح، فلفل الكحل، كركم وفلفل عكري حلو. إذا حبيتوا لي بات ديالكم يجوا شوية حارين، تقدروا ديروا فلفل عكري حار. راح نقلي هادوك ليزيبيس مليح مع الدجاج ديالي، نقليهم باش تدخلنا البنة كامل في هذاك الدجاج. كاين اللي يحبوا يستعملوا البصل في لاصوص ديالهم، يعني ما فيها بس. انا نحب نستعمل الثوم صراحه. والثوم ما يديش معاكم الوقت بزاف، سورتو كي تكونوا مزروبين، يعني من الاحسن تستعملوا الثوم، باسكو البصل يشد لنا شويه الوقت في الطياب. نزيد معاهم 2 وريقات تاع الرند وشويه تاع زعتر، ونزيد نقلي المكونات ديالي شويه، وبعد هذا راح نمرق بكميه تاع الماء، يعني قيس ما يطيب لي هذاك الدجاج. فوالا لهنا بعد ما مرقت الطاجين ديالي، راح نغطي عليه ونخلي الدجاج ديالي حتى يطيب. المقارون ديالي كان طاب، صفيتو كامل من هذاك الماء ديالو، وشللته بشويه تاع الماء بارد، هكذا باش تجيني كل حبه على حبه، والمقارون ديالي ما يجيش لاصق في بعضه. نحيت الدجاج بجهه بعد ما طاب لي، وحطيت المقارون ديالي ونخليه يتشرب لي هذيك لاصوص.
فوالا، وهذا كان الطبق ديالنا لنهار اليوم. بعد ما تشرب لي المقارون ديالي هذيك لاصوص وجات ثقيله، الله الله، شوفوا كيفاش جاي شهيتكم في الجنه ان شاء الله. اتمنى ان هاد الوصفه تاع نهار اليوم تكون عجبتكم. جربوها وخلوا لي كيما نقول لكم دائما ارائكم وتعليقاتكم في كومنتار. كانت معاكم كوينز كيتشن، سلام.